هذه الشعارات كانت بداية التحضيرات لجمعة العزة في قطر بانتظار نهاية الليل الطويل الذي يبشر بصباح الحرية. ما هي إلا ساعات حتى خرجت هذه الشعارات من أفواه متظاهرين انطلقوا ينشدون الكرامة ويطالبون بإسقاط النظام. كرامة حسب رأيهم لا تستقيم ولقاءات أمير قطر بمسؤولين إسرائيليين ولا بكرم ضيافته للقواعد الأمريكية على الأراضي القطرية. كرامة هؤلاء المتظاهرين هي عروبة قطر وتحرير بلدهم من ولد خان والده بانقلاب عليه كما يقولون. كرامتهم بوقف التعامل التجاري مع إسرائيل حسب ما يعلنون، لأن ثمن الحرية والكرامة غال، فالرصاص الحي كان سلاح النظام ضد متظاهرين عزل. وهذا الشاب ربما يكون أول شهداء الحرية في قطر بعدما طاله رصاص الشرطة القطرية. كثافة الغاز المسيل للدموع هذا لم يحل دون وضوح الرؤية أمام المتظاهرين القطريين في مدينة الريان للاستمرار بثورتهم حتى تحقيق كامل أهدافها التي أعلنوا عنها، ألا وهي إسقاط النظام. أكثر من 30,000 مشترك هم تعداد صفحة الثورة في قطر، مع معلومات ذكرها النشطاء على الفيسبوك تحدثت عن قطع الاتصالات في بعض المناطق القطرية. النشطاء تحدثوا أيضا عن وصول عشرات حالات الإغماء إلى مشفى رميل الحكومي نتيجة الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها الشرطة القطرية على المتظاهرين. إذن السلطات القطرية تستخدم الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق مظاهرات في رميلة والريان والشيحانية. كلينتون تخشى صدامات بين الشعب القطري والقوات الأمريكية المتواجدة في قطر. خبر آخر أورده نشطاء الفيسبوك على صفحة الثورة: أمام تصاعد المد الثوري كان لابد للسلطات القطرية من حملة اعتقالات طالت مئات القطريين في مناطق عدة بالتزامن مع انتشار مصفحات أمريكية في شوارع المدن القطرية، كما يؤكد النشطاء القطريون. السلطات القطرية تمنع قناة فرنسية من الوصول إلى رميلة وتصوير المظاهرات. والكلام دائما للنشطاء القطريين الذين أوردوا خبرا آخر تحدث عن اعتقال صحفيين فرنسي وقطري بسبب فتحهم المتواصل لأمير قطر وصفقات بيع الأراضي بأسعار زهيدة إلى شركات إسرائيلية. السفير المصري الأسبق في تل أبيب يؤكد وجود اتفاق بين قطر وإسرائيل لتوريد الغاز القطري إلى الإسرائيليين في حال أوقفت القاهرة ضخ الغاز إلى تل أبيب. على الفيسبوك أيضا تلظى نظام قطر بنيران أوقدها بيديه. فعند هؤلاء الشبان الذين يقدمون أنفسهم على أنهم أحرار قطر في عهد الثورة الجديد، لا المال ولا التطاول في البنيان ولا إمبراطوريات الإعلام المبنية على حساب الكرامة تستطيع أن تعوض جرحهم النفسي حين رفرف علم إسرائيل في الدوحة، والشيخ يقبض الثمن مجرد تنظيم كأس العالم. حول